السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم وأحسن مثوانا ومثواكم وجعل الجنة من نصيبنا ونصيبكم. وإلى موضوعنا المحوري والقضية الفلسطينية المركزية، قضية الإسلام والمسلمين والأمة العربية بشكل عام. القضية الفلسطينية أصبحت قضية فيها خذلان وفيها تآمر عربي غربي على هذه القضية. طبعا ناشد علي عبد الله صالح الله يرحمه في ذاك الزمان ويرحم كل من فارق هذه الدنيا بغض النظر عن كل سلبية فيه، وهو يقول افتحوا لنا الحدود، وما زلنا نعيد إلى يومنا هذا، افتحوا لنا الحدود يا عرب. أخي أنا سلاحي من بيتي وذخيرتي من بيتي، كل يمني يمتلك سلاح يا رجال كل مواطن يمتلك ترسانة عسكرية. ايش فيكم؟ بس من الأسلحة الخفيفة، وبعضهم والله عنده دبابات وعنده صواريخ. اليمن المواطن دولة بنفسها. افتحوا لنا الحدود لناصر اخواننا اهل غزة اهل فلسطين، لا انكم وقعتوا رجال ولا خليتوا الرجال تدخل. فلسطين في الوسط، فلسطين وانتم عليها متحوطين. الدنيا، تعرفوا ايش معنات الدنيا؟ اللي يقول لك مصر الدنيا والله انها كذابة، لا الدنيا ولا حاجة، بل هذه إسرائيل، مع احترامي للشعب الفلسطيني الحر فقط. نتكلم نقول لهم يفتحوا لنا الحدود نروح نجاهد في سبيل الله لنصر اخواننا، يقولوا لكم هذول ابو يمن ولا خزان خلاص بالله معاه وقت التخزين. لا يا حبيبي، والله ان نخلي هذا المتكه راس اسرائيلي، المتكه هذه اللي تشوفها الان والله ان تدكي على راس اسرائيلي. افتح لي الحدود بس، افتح للرجال. عشرات الالاف من المقاتلين شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، مئات الالاف من اليمنيين المتلهفين. أخبر افتحوا لنا الحدود، افتحوا لنا معبر ولو بالسر، قولوا لنا على 50 على 50 على 50 إذا فيكم خوف. لا وقعتوا رجال ولا خليتوا الرجال تحمي هذه الأمة، شرف الأمة وعرض الأمة. فيا أسفا عليكم. وطبعا الفيديوهات نزلت بكثرة والله اليوم، معذرة منكم، تحياتي لكم في أمان الله.